مرحبا حبايب، شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب الكل بخير وصحة وسلامة وعافية يا رب. رجعت وياكم بفيديو جديد. هو مو روتين يومي، اليوم راح اخذكم وياي جولة، راح نطلع واخذكم فرة افرفركم وياي. فلا تنسوني باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل فيديو انزله. فاول شي اكيد بدينا يومنا بالريوق. هنا سويت خبز بدهن، قلت صارلي هواي ما مسوية، بصراحة الأطفال يحبونه، وكانت عندي عجينة يعني أنا مخليتها بالثلاجة. فسويت خبز بدهن، وهنا حضرت الجبن وحبشكلات وسويت بيض عيون، وأكيد الشاي، يعني العراقيين ما حد يستغنى عن الشاي. وهذا كان ريوقنا لهذا اليوم. وأول مكان من جولتنا رحنا الشارع الفراهيدي. طبعا شارع الفراهيدي ما صورت هواي أشياء لأن منزلة تقريبا فيديوين بيهن مصورة شارع الفراهيدي بالتفصيل، ومثل ما تعرفون إنه هو بيه كتب، مكتبات، ألعاب، بازار، يعني يبيعون بيه هواي شغلات والأشياء الهاند ميد. وبعد ما خلصنا من جولتنا بشارع الفراهيدي راح نروح كورنيش شط العرب. وهذا شكل شط العرب بالليل. طبعا هنا نزلت كلش يعني يم الشط، تقريبا هاي آخر طلعة صيفية، يعني بالشتا يكون هنا الجو كلش بارد يم الشط، يعني كلش ثلج. وبعد ما خلصنا المكان الثاني اللي هو جولتنا بشط العرب راح نروح للمطعم. وهنا بعد ما وصلنا للمطعم، طبعا كان المطعم شوي يعني فارغ، أو مو فارغ، يعني كان موجود عوائل بس بالقاعة الثانية، يعني قاعة العوائل كان أكو عوائل جوا. احنا قعدنا يعني بقاعة المختلط، فما كان اكو هواية ناس، لأن احنا همات رحنا متأخرين.
وآخر شي رحنا على فيروز للكيك والحلويات اشترينا حلويات. طعمهم أبد ما يقاوم يعني كلش لذاذة، وأكيد فيروز معروفين يعني بالبصرة بالحلويات مالتهم وبالكيك. وبس والله حبايبي هذا كان كل شي الفيديو اليوم. مثل ما قلت لكم في بداية الفيديو لا تنسوني باللايك والاشتراك. أشوفكم بخير وفي فيديو جديد. باي باي.